بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن زي ما اتكلمنا عن اجهزه بتقدم اعلى قيمه مقابل سعر، فانا النهارده جايب لك اجهزه بتقدم قيمه قليله بس عمر افتراضي عالي. والناس كتير جدا بتقول لي الايام اللي فاتت يا محمد يا مصطفى، لو انت نازل تشتري هتشتري قيمه عاليه مقابل سعر ولا هتشتري الاجهزه دي؟ طبعا في الفيديو ده احنا عملنا فئه تانية. الفئه التانية دي اللي احنا قلنا عليها من سنه، هيظهر لك دلوقتي على الفيديو وانا بحتفل معاكم، هيظهر لك على الشاشه. كنت قايل لك الشركات عايزه تقنع الناس ما تجيش تقدم لها موبايل ب 15000 جنيه على انه ايفون 17 برو ماكس وتعمل شاشه اي بي اس ال سي دي، وفعلا الشركات بتسمع كلامنا. فالفئه دي بتقدم معيار ميه كويس، شبكات كويس، امكانيات كويسه، اعتماديه كويسه، قطع غير كويسه، ضد الكسر لو عندك بيبي، ضد الميه لو ابنك مسك الموبايل رماه في الميه، لو انت بتوقع موبايلك كل شويه بتكسره وبتدشه. فانا النهارده جايب لك فئه ممتازه، موبايلات بضمان محلي من 5000 جنيه لحد 15000 جنيه. طبعا كل ده بيبقى على حساب الشاشه، على حساب المعالج. فالموبايلات دي زي ما انا بتريق عليها وبقول لك الموبايلات دي ما بتقدمش قيمه مقابل سعر، فالموبايلات دي للناس اللي في الفيديو او الناس اللي هي عايزه تجيب موبايل مثلا لمامته، والدته، واحد بيشتغل اوبر بيمشي بالموتوسيكل، الموبايل مش فارق معاه يقع في الميه، شغال في مطعم ومش فارق معاه الكاميرا، الشاشه، المعالج. فالموبايلات دي هتقعد معاك 5 6 سنين مستريح من 5000 جنيه لحد 15000 جنيه. لايكك وفولو وصلي على النبي. هتلاقي الشير بتاعك، تعالى معايا. طبعا خلينا نتكلم من 5000 جنيه. من اول 5000 جنيه جايب لك احلى دلع، ريلمي نوت 60، طبقة حماية كويسة، اي بي ريت 64، انفينكس سمارت 10، طبقة حماية كويسة، شاشة 120 هرتز، معالج يعني كاميرات 2K، موبايل ب 5000 جنيه، ضمان محلي سنتين، عمره افتراضي 5 سنين، الشركة بتقول كده، ديك ضمان على البطارية والسوفت وير 5 سنين، فينكس سمارت 10. وفوق كل ده اي بي ريت 64، ارميه في الميه شويه وطلعه عادي، وقع منك في الميه عادي، بس ما تنزلش بالبسين وما تجربش، لان هو وقع منك في الميه بيستحمل ضغط الميه مره مرتين فتره قليله. معاك سامسونج A05s، ده ممتاز جدا 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 جدا. طبعا عايز الامكانيات روح ابحث عليها جوجل، وكل موبايل من دول ريفيو. سامسونج انا بستخدمه A05s، جابه من سنتين، ممتاز، معالج سناب دراجون ممتاز، كاميرا ممتازه، باكج ممتازه، هيخلص هتزعل عليه. واخر موبايل من هونر اكس 6 سي. الموبايلات دي بضمان محلي، ممتازه، قطع غير متوفره، بتقول الو وبتعيش، تتفرج عليها على محتوى للوالد للوالده، لو الموبايل باظ توديه التوكيل يصلحه لك. من 5000 جنيه لحد 10000 جنيه ما تفكرش كتير غير في الموبايلات دي. نطلع بقى دلوقتي من 10000 جنيه بالظبط تشتري ايه؟ هتلاقي بقى في الفئه دي ريلمي سي 75، ده ب 10000 جنيه بالظبط، هونر اكس 6 دي، سامسونج اي 17، اوبو اي 5 واي 5 برو. وانا لو نازل اشتري هحط 1000 جنيه واشتري الاي 5 برو. الموبايلات دي ممتازه جدا، المعالج يعني مش قوي، ال جي 99 حلو من سامسونج، اللي خلاني ارشح سامسونج اي 17 الاعتماديه، اي بي ريت 54، طبعا حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس اللي هي نازله لك في موبايل الالترا نازله لك في الموبايل ده. معاك بوكو سي 75، حمايه عسكريه، اوبو اي 5 برو ممتاز، ضد المايه اي بي 69، ضد الكسر، طبعا حمايه عسكريه، دشه في الارض ويجي لك تاني. هونر اكس 7 دي. طبعا انت بتاخد الحاجات دي على حساب المعالج، هتلاقي المعالج مش قوي. ب 10000 جنيه زمان كانت ممكن تجيب معالج 7 7 8 مع ضد الميه مع ضد الكسر مع الكلام ده، بس دلوقتي كل ده اتغير. طب انا عايز اطلع ب 15000 جنيه بالظبط، اجهزه ممتازه يا محمد يا مصطفى وكويسه. تلاقي سامسونج اي 55، سامسونج اي 35، سامسونج اي 36، سامسونج اي 34، سامسونج اي 54، هونر اكس 9 سي، هونر اكس 9 بي. معاك اوبو اي 6 برو ب 15000 جنيه لو 256 جيجا رام 12، ده ممتاز جدا، اي بي مع معالج على قد فلوسه،
مش ممتاز جدا اللي هو بيقدم اعلى قيمه مقابل سعر، لا بنتريق عليه ان هو بيقدم اعلى قيمه مقابل سعر، بس بيقدم اعلى عمر افتراضي، سوفت وير ممتاز، خدمه ما بعد البيع كويسه، توكيل محترم، ناس كويسه. بس كده انا خلصت. نتكلم بقى على الفئه الجديده اللي احنا عملناها. عملنا النهارده ريلز كويس جدا وممتاز جدا. خليت الكلام ده في اخر الفيديو عشان اقول لك اللي انا بقوله والاستراتيجيه اللي انا بفرضها بتنجح. كنت تصدق ان اوبو اي 6 برو ينزل لك ب 17000 جنيه؟ او نزل لك، بس نزل لك بشاشه ايه؟ امولود. الكلام اللي انا قلته للشركات، خلي الشاشه اي بي اس ال سي دي عشان ترخص الاسعار وتديك معالج محترم. اوبو عملت كده بس خليته لك ب 12. طب يا اوبو انت بتسمعي كلامي وبعمل بوست على الفيسبوك بيروح ل 2 3 مليون 200 300 الف واحد بيشوفوا الفيديو بيقتنعوا بوجهه نظري، بيقولوا ل 200 300 الف واحد تاني يعني 5 مليون ما بيجيبوش الجهاز. فلما ضغطنا الضغط ده على الفيفو في 60 لايت كان نازل لك بمعالج دايمنستي 6300 النسخه اللي بره، نزل لك هنا بمعالج دايمنستي 7350. يعني احنا نجحنا. يعني كمل معايا في الاستراتيجيه دي، ما تجيش عليا، ما تنتقدنيش، ما تهاجمنيش، لان انا بعمله في مصلحتك وبحبك. كنت قايل لك هات سامسونج اس 23 الترا السنه اللي فاتت كان ب 30000 جنيه، تمام؟ او من سنه ونص كان ب 30000 جنيه. وريلز النهارده انصحك ان انت تشوفه. طبعا شويه المطبلاتيه، واحد عرض تعريضه برو ماكس في الاوبو اي 6 برو، بس هو ما يستاهلش ال 17000 جنيه. نفسي يبقى ب 13 يبقى حلو، او لو ب 15000 جنيه اوبو نزلي له معالج دايمنستي 7300. دام انت بتسمعي كلامي وحققت كل اللي قلته في 6 برو، الغي الاعلانات الكتيره اللي بتعمليها، وفري ال 4000 جنيه جهاز اللي انت بتحط عليه اعلانات، نزلي المعالج ده ب 17000 جنيه. انا ذات نفسي اعمل لك دعايه، انا اللي بهاجمك ودايما بهاجمك. ولسه 23 الترا كنت السنه اللي فاتت ممكن تجيب 30000 جنيه قبل ما يخلص، راح اقول لك هات اوبو رينو 13. اوبو رينو 13 النهارده لو جيت بعته نص سعره، عشان التاني نزل 24000 جنيه اللي هو رينو 14 512 جيجا رام 12 ومعاه ايربودز 25000 جنيه. التاني سعره يرخص جديد ويرخص السعر يرخص مستعمل. اللي معايا دايما بيكسب. انا دايما السلاح بتاعك. لايكك وفولو، صلى على النبي، دعمني عشان انا بحبك، ومع السلامه. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده هديه مني ليكوا بعد ما وصلنا ل 100000 بيكوا وبفضل الله، بعد كده بيكوا بنجاحكم وبدعمكم لينا. يعني الاول كنت بقول لك الجهاز وحش، بعد كده ارجع اقول لك حلو، فلما اقول لك وحش الناس ما تقربش منه فيرخص فرشحهولك. طيب اول فيديو ده هديه مني ليكوا ان انا بقول لك ان وجهه نظرك بتوصل وان كلامي بيوصل. عملت فيديو على اليوتيوب من هجومي على اوبو و هيظهر لك دلوقتي على الشاشه، بقت بتعمل نفس الاجهزه وطبقته على اي 5 برو واي 6 برو وبيبيعوا لك ب 17000. ولما قلت لكم فاكرين لو سكتوا هتاخدوا ال جي 100 اللي هو دايمنستي 6300، الاول نزلوا لك اوبو اي 6 برو ده نزل لك بكام؟ نزل لك ب 12000 جنيه في شاشه اي بي اس ال سي دي عشان يطلعوا لك الشاشه ويحطوا لك كاميرا حلوه وجوينات وبتاع وضمان كويس والشاشه اعملوا طلعوا لك ل 17 19000 جنيه. يعني كل الكلام اللي ناقص لنا. ولما اقول لك كلامنا بيتسمع خش عندي، ما تهجمش عليا انا، اكتب رايك في الكومنتات وبيروح للشركه. فعلا حصل. هيظهر لك دلوقتي اول فيديو ليا لما قلت للشركات عايزه تظبطي شاشه اي بي اس ال سي دي مع معالج محترم. فعلا حصل. والحمد لله كلامنا الناس كلها بتسمعه والشركات بتسمعه. ما اروحش اضحك على الناس وانزل لهم بس تعبان، ما بقاش انا عامل فيها ان انا فاهم، واروح اضحك على الناس واقول لهم مثلا ايه الحق الجهاز ده، اقول ده سامسونج اي 05 اس، اروح اقول لهم الجهاز ده ايفون 15 برو ماكس وبيع الجهاز ده على ايفون 15 برو ماكس. لا، ممكن اعمل ايه؟ شاشه سوبر اموليد 120 هرتز او ويلد او الكلام ده، لا يابا حط لي شاشه اي بي اس ال سي دي 90 هرتز وحط لي معالج محترم وحط لي اللي هو اظبط اوزن الباكج. نفس الاشخاص اللي كانوا بيقولوا لك هات اوبو رينو 13 برو، اوبو رينو 12 برو، اوبو رينو 12 برو لما نزل كان عامل 27000 جنيه. لو جبته دلوقتي ون بلس 13 عامل كام؟ كان نازل معاه عامل كام دلوقتي؟ عامل 50000 جنيه. ون بلس 13 اللي انا قلت لك غلي مش رخص. اوبو رينو 12 برو لو رحت تبيعه بشوف ناس بيبيعوا في الجروب 15000 جنيه. هيبان دلوقتي. قلت لكم ايه؟ ون بلس 13 اس 23 الترا، اس 23 الترا النهارده كان بيجي يقول لك ايه؟ رينو 13 رينو 13 برو. كان ساعتها رينو 13 بكام؟ 27000 جنيه. كان كسر الزيرو اس 23 الترا في السعر ده في الاول من كذا سنه كان بكام؟ 25000 جنيه.
هيظهر لك برضو الكلام اللي احنا قلناه. اس 23 الترا ب 35,000 جنيه، سطح الفلاج شيب احسن من 24 الترا واحسن من 25 الترا، وتجربه شخصيه ومصنع جاد، وانتوا كيوتيوبر جايه معاكم جهاز لحد دلوقتي، ما تروحوش على الناس الاونطه عشان عيب. باختصار انا معاك، انا بعمل لك فيديو وبشرح لك فيه ان كل الكلام اللي قلناه فات ده انا معاك، انا بتاعك انت، انا بهاجم عشانك انت، اقف جنبي دعمني سواء واحد او واحده. ده محتوى بيروح للشركات لما يشوفوا محمد مصطفى محبوب، محمد مصطفى لايكات كومنتات دعم. واي واحد بيسخر من محمد مصطفى واللجان الالكترونيه، على فكره انا بسببك لحد دلوقتي ما بربحش فلوس، هيظهر لك برضه على الشاشه. حقوق طبع ونشر وصاحبها مش عايز يتنازل لحد دلوقتي، زق عليها كام واحد يخلوا سمعتي في الارض. الكلام ده السنه اللي فاتت زي دلوقتي، وكان على يدك من شهر 4 اللي فات بسبب فيديو الكلام اللي انا كنت بقوله، ودلوقتي ما بربحش. ومش عايزين يشيلوا حقوق الطبع والنشر عشان ابدا في ايميل جديد، وانا كملت على الايميل ووصلت ل 100,000. لعل الله بكره ممكن تحصل مشكله، الايميل يتفك، صفحه الحظر تتفك، اليوتيوب يتفك. بس انا معاك وبحبك، دعمني واحد او واحده عشان الايام اللي جايه نفرض كلامنا على الشركات. وبدل ما اوبو رينو 6 برو هبقى افكرك السنه الجايه زي دلوقتي، لو فضلت مدعمني من السنه الجايه زي دلوقتي ان شاء الله وربنا اداني العمر واداك الصحه دي اكيد، هنفرض سيطرتنا على الشركات. السنه الجايه زي دلوقتي اوبو هتنزلك نفس امكانيات اوبو 6 برو بس بمعالج دايمنستي 8450 الترا. وانا واثق انا بقول لك لايكك وفولو، صلي على النبي، صدق، لان انا اللي قلته السنين اللي فاتت كله. وان بلس 12 معاك شاومي 13 برو بلس، اجهزه ممتازه جدا 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 وبنفس السعر، هتدفع 35,000 جنيه. هتقارن لي البرو بال 26 الترا بالمعالج دايمنستي ايجن 3 او ايجن 2. لا ابدا، انا عن نفسي انا استكفيت كده. اذا دلوقتي المقارنات على الشاشه، وهقفل معاكم الحلقه وخلاص. لايكك وفولو، صلي على النبي، محتاج ان انت تدعمنا عشان اليومين دول في كميه عدد مش طبيعيه. ومع السلامه، ربنا بقى يستر عليك.